بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي هقدم لكم الوصفة تاني حلقة من الأجنحة. هنعمل منها حاجة ما تخطرش على البال، اللي هياكلها مش هيعرف إن هي من الأجنحة، وهتاكلي منها مرتين كمان أو على حسب عدد أفراد أسرتك إن شاء الله. أنا معايا أجنحة، جبت كيلو أجنحة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ب60 جنيه. شوفي انت بتنباع عندك بكام وبقوليلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجيب وارش عليها معلقتين دقيق ومعلقه ملح كده. عندك جنزبيل حطي رشه جنزبيل، عندك كركم حطي كركم، الحاجات دي بتشيل الزفاره. تحطي رشه فلفل اسود او اسمر، شوفي انت بتقولي عليه ايه، ومعلقتين دقيق بالملح كده، وافركيهم جامد كده وادعكيهم بيها. مع ليمونه، مع عصير ليمونه او قشر برتقان ان كان فيه. اي حاجه من الموجوده دي حطيها، هتأدي بالغرض ان شاء الله. عندك حته طحينه ولا حاجه حابه تحطيها حطيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وافركيهم بيهم جامد كده، لا ما تحطهمش في ميه. كنا بننقع في ميه، لا اما جربت الطريقه دي يعني نزعت الزفاره منها بطريقه مش معقوله، ما خلتش فيها كده اي ريحه من الزفاره. افركيها بالحاجات اللي قلت عليها دي، واركنيها نص ساعة ساعة. عايزة تبيتيها فيها بيتيها فيها، ومشطفيها بقى بعد الفترة دي. اشطفيها كويس قوي، وحطيها في مصفى الصفة كويس جدا جدا، ما يبقاش فيها مية، علشان لما نفرمها ما تبقاش طرية زيادة عن اللزوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هخلي الأجنحة كده. دوت الكتف، طبعا احنا بنشتري الأجنحة بالكتف كده، وبيبقى فيه حتة عظمة كده في الصدر. لا شيل العظمة دي وافصلي الجناح عن الكتف دوت، عشان تبقى سهلة معاكي وانتي بتخليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والعظمه اللي بتبقى في الصدر دي بيبقى فيها لحم برضه، عايزه تشيليه شيليه. عايزه تعملي حبه شوربه وتعملي جنبها طبق ملوخيه، اعملي شوربه واعملي طبق ملوخيه، ما ترميش حاجه يا بنتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا اهوت بعد ما خليت الجناح اهوت، بسم الله ما شاء الله، الجلده اللي بتبقى في الجناح بتبقى خفيفه، مش هتأثر معانا يعني في الكفته اللي هنعملها ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل حاجات تانية كتير قوي منها باذن الله، بس تابعوني كده ان شاء الله. ادي الجناح اهوت اللي بيبقى صغير دوت. الضفر دوت ما بيتعملش، ما بيبقاش فيه حاجة اصلا. الضفر اللي بيبقى طويل دوت مدبب او مثلث ده بيتشال يترمي. بناخد الحتة الكتف العريض ده، الجناح العريض، الحتة اللي في الجناح العريضة دي مع الكتف اللي بيبقى معاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخليها سهل جدا جدا، زي ما انتم شايفين. انا حتى بخلي معاكم بصعوبة، علشان بحاول اقرب للكاميرا كده، علشان خاطر التصوير يبان ان شاء الله. هنخليها كويس. طيب بعد ما اخليها اعمل ايه؟ عندك كبة حبيبتي افرمي فيها، عندك مفرمة افرمي فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هعملها في المفرمه، اللي هي المفرمه بتاعت البسكوت دي، هي اساسها مفرمه لحمه. كنا الاول بنفرم اللحمه فيها على طول، اهالينا كانوا بيفرموا اللحمه فيها على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي حته لحمه شيليها ما ترميهاش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على فكره الهياكل ديت بياخدوها يعملوا منها مرقة الدجاج، بيعملوا بيها شوربة، والإضافات اللي بيضيفوها لها بقى علشان يعملوا منها مكعبات مرقة الدجاج أو المرقة الفورية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله لو الاقي تشجيع أو تفاعل منكم كل حاجة هنزلها، لكن للأسف في إحباط كده من قلة التفاعل على القناة. ربنا هو المقوي يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى بعد ما خليتها اهون، مش هتتغسل تاني، ما تغسلهاش تاني عشان ما تشربش ميه. غسلناها الاول كويس، نشفناها كويس، خلاص كده نخلي وهنفرم على طول ان شاء الله. طب بعد ما خلي الكيلو دوت، بعد الخلي اداني قد ايه؟ اداني 730 جرام من لحم الاجنحه، 730 جرام من لحم الاجنحه. والجلد فيها ما كانش فيها جلد كتير ولا حاجه، يا دوبك الحته اللي هي على الجناح العريضه دي، حته الجناح العريضه، مش الكتف حتى. الكتف ما كانش فيه جلد. بسم الله ما شاء الله. لو شايفه الجلد كتير ابقي نقص الجلد شويه، عشان ما تبقاش ناعمه معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادتني 730 جرام من الاجنحه. هنا هو بعد ما فرمتهم هعملهم ايه بقى؟ هعملهم كفته رز. كفته رز بالاجنحه، ايوه، واللي هياكلها مش هيعرف ان هي معموله من الاجنحه. وطعمها بيبقى رائع 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 جدا، بيبقى جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. بس ما تقوليش انا عملت كفته رز من الاجنحه. لا، سيب اللي ياكل يكتشف. هو مش هيكتشف ان هي اجنحه اصلا، هو عارف انه بياكل كفته رز، بس كفته رز طعمها جميل قوي. هيسالوك انت عاملاها ازاي وعاملاها بايه.
هنشوف بقى هنضيف لها ايه. انا كفتة الرز سواء لحمة سواء فراخ سواء اجنحة، دي اول مرة اعملها من الاجنحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه بتاخد رز قد ايه؟ بتاخد يعني نصها رز، نص اللحمة رز، سواء لحمة فراخ سواء لحمة اللحمة البلدي، سواء اجنحة سواء اي حاجة لحوم، بتاخد نصها رز. يعني انا معايا نص كيلو لحمة احط له ربع كيلو رز. بس لو هتعمليها بلحمة حمراء، اللحم البقري او الجاموسي، ما يبقاش فيها دهنة، لان الدهون هي اللي بتفك الكفتة. الدهون بتخلي الكفتة تفك منك في الصلصة. طيب احط نص زي ما قلنا، نص اللحمه رز. انا معايا 750 جرام، خدت 360 جرام رز، وزنت 360 جرام رز، يعني كوبايتين. كوبايه، كوبايتين الا ربع، يعني كوبايه مليانه والكوبايه التانية اكتر من نصها شويه. طيب ايه اللي انا بحطه ده؟ حطيت معلقه مش مليانه ملح، واللي بحطه دوت شعريه طحناها، شعريه او لسان من عصفور او مكرونه، اي حاجه من الانواع دي موجودة عندك استخدميها. بحمصها، بسخنها شوية على البوتاجاز كده، ما غيرش لونها، واسيبها تبرد واطحنها في المطحنة واحطها. عندك شطة بقى، عايزة تحطي شطة حطي شطة، حطي البهارات اللي معاكي واللي تحبيها او اللي عندك واللي تحبيها والمتوفر ليك واللي تقدري تجيبيها. ربنا يقدرك على كل حاجة يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده انا هختصر البهارات المرة دي معاكم. معايا فلفل اسود، معايا كزبرة، معايا كمون، زي امهاتنا ما كانوا بيعملوا بيها على طول. كانوا على طول بيعملوا الكفتة بالكمون والفلفل الاسود والكزبرة. اللي عايز بيحبها حراقة بيحط لها شطة، بيحط لها بابريكا اللي هي الشطة الباردة زي ما بيقال عليها. انت بقى عندك بهارات كفتة حطي بهارات كفتة، عندك اي بهارات حباها. لو عندك كاري حطي كاري، الكاري بيبقى حلو قوي مع الفراخ. عندك زعتر حطي زعتر، بتبقى جميلة جدا سواء لحمة او فراخ. هنا بقى معايا حزمة كزبرة مشكلة، حزمة مش كبيرة قوي قوي زي ما انتوا شايفينها كده معايا. بشيل منها العروق، اقصى حد من العروق، وبعد كده بنضف العروق دي اللي بشيلها بيبقى فيها ورق. شيلي الورق منها، قطفي الورق منها وحطيه. هنا بقول لكم العروق رفيعة، مش يعني مش مستاهله ان هي تتشال. العروق اللي فوق بقى رفيعه وطريه كده، لكن لو ناشفه حاولي تشيليها علشان ما تبقاش زي ما بتتفرمش في المفرمه اصلا. يعني نضفي العروق اللي قدامي دي، انا هنضف الورق اللي فيها واحطه برده. ومعايا بصلايه مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، بصلايه متوسطه زي ما انتم شايفينها كده، و8 فصوص توم كبار او 9 كبار، من 8 ل 10 كبار، عشان ما يبقاش طعم التوم طاغي فيها قوي. ومعايا قرن فلفل كوبي احمر او اخضر، المتاح ليك والمتوفر عندك حطيه، ما فيش مش مشكله، يجعل فيه الخير عندكم يا رب ان شاء الله. خدتها وفرمتها كلها كده مع بعض، فرمت الخضرة والبصل والثوم وقلبتهم مع اللحمة والرز، ورجعت فرمتهم تاني، وبعد كده قعدت اعجنهم بايدي علشان خاطر الانسجة كلها تتماسك مع بعض وما تفكش برضو منك وما تفتحش منك في الزيت. هنوزنها بقى بعد ما فرمناها وعجناها كده، ادتني كيلو 350 جرام، كيلو و350 جرام. اللهم صل. هنا مدياني كيلو 333، بس كان في معلقة على الميزانة من ورا كده فأثر في الميزان شوية، يبقى كيلو 305. عطتني كيلو 350 جرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بعد ما عملتها كده بقى هسيبها، هركنها في التلاجة شوية، كان ورايا شوية حاجات كده هعملهم، قلت اعملها وبعد كده قرب الغدا بقى اجي ايه اصبحها واحمرها. اي بعد ما صبعتها، بعد ما قعدتها في التلاجة شوية وصبعتها، ايه شايفين الكمية؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شوفي بقى انت عدد افراد اسرتك قد ايه، او حابة تعملي قد ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا كنت حمرت كام فص توم كده في حبة زيت، وحطيت الصلصة يستووا عبال ما كنت احمر او اصبع الكفتة واحمرها. انا بغيرش لون التوم، اما بعمل اكل بالتوم ما بغيرش لونه. اذا غيرت لونه بيدي طعم مش احسن حاجة، لكن تخلي فيه بادئ يصفر كده، ده بيبقى طعم حلو قوي قوي في الاكل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يحسن ما بين ايديك كله. انا كده كنت حمرت نصها كده وحطيته في الصلصة، وكان عندي شوربة زودتها شوربة
مع حبة مية كده تستوي فيها، كان طعمها تحفة. يعني اللي اكلها كفتة رز، بس مش عارف هي من ايه، مش عارف هي لحمة ولا فراخ ولا أجنحة. ما تخطرش على بال حد خالص انك تعملي الأجنحة كفتة. وطلعت كفتة اهي، لا فكت مننا، ومتماسكة وجميلة خالص خالص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والله العظيم اللي هياكلها ما هيعرف ان هي أجنحة. بسم الله ما شاء الله. واعملي كده واسكتي وخليها في سرك، بس قولي للي شايفه. يعني انتوا شايفين دلوقتي الواحد بيفكر وبيدور ان ازاي نوفر او نطبطب على بعض، ان احنا مثلا نعمل اكله متوسطه، ما نحتارش، ما معناش فلوس نجيب نص كيلو لحمه او فرخه عشان نعمل منها كفته دي. لا، نفكر كده مع بعض ونشوف ايه الحاجه اللي تبقى بديل ويبقى طعمها حلو برضو ان شاء الله، منها تغذي عيالك، ومنها ما تحتاريش، ومنها ما تفكريش، ومنها ما تنعيش هم وما تشيليش هم، والرزاق موجود. ربنا يرزقنا يا رب جميعا بإذن الله، وما يحرمناش من اي حاجه. وما خلق دبة على الارض، والله وما خلق الله دبة على الارض الا ولها رزقها. يعني ربنا خلق كل حاجه ورزقها معاه، فما تقلقيش. بس احنا ما علينا غير ان نسعى ونفكر، وربنا هو اللي يدبرها لنا ويدبرها لنا كلنا يا رب ان شاء الله. يبارك لنا في ارزاقنا جميعا يا رب، ويصلح حال الامه وحال آه، وحال ايه حكومتها، حكامها يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الناشفه مقرمشه وطريه من جوه، طعمها تحفه تحفه تحفه، غير اللي احنا كلناه برضو واحنا بنحمره. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الالاف قريش كده، وانتي بتعملي اكلك هتلاقي فيه البركه كده وكتير كده. بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك لكم ويبارك لنا يا رب. بس رجاء حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه اذا سمحتوا. وإذا كان في أي تعليق على القناة سلبي أو إيجابي يا ريت تشرفوني بيه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.